في هذا الفيديو اللي قدامنا كان شوفوا واحد من أبرز المواهب الشابة اللي بدأوا يفرضوا اسمهم في كرة القدم الأوروبية. ريان بونيدا، لاعب كيبان عليه من اللقطة الأولى إن عنده حاجة مختلفة. ماشي، غير سرعة أو مهارة، ولكن طريقة تفكير داخل الملعب كتشبه اللاعبين الكبار. من أول ظهور مع الكرة كيبان التحكم دياله هادئ ودقيق. اللمسة الأولى دياله ما كتكونش عشوائية، بالعكس كتحط الكرة في المكان الصحيح وتخليه ديما سابق المدافع بخطوة. هذا النوع من التحكم هو اللي كيعطيه الأفضلية في المساحات الضيقة، حيث بالزاف ديال اللاعبين كيتشتتوا تحت الضغط، لكن هو كيبقى مركز وكيخرج بالحل. شوف كيفاش كيتحرك بالكرة، ماشي غير جري مباشر، ولكن تغييرات صغيرة في الاتجاه، خداع في الجسم، ولمسات سريعة كتخلي المدافع يضيع التوازن دياله. هذه هي المراوغة الحديثة. ماشي كثرة الحركات، ولكن الفعالية في أقل مساحة وبأسرع قرار. وفي لحظات أخرى كان شوفوا كيفاش كيرفع راسه وكيجرى اللعب قبل ما يعطي التمريرة. هذه نقطة مهمة بالزاف. ماشي غير لاعب مهاري، ولكن حتى لاعب كيشوف الملعب. التمريرات دياله غالبا كتكون في الوقت المناسب، وكتفتح المساحات لزملائه بشكل ذكي. أما في المساهمة الهجومية كيبان إنه لاعب كيعرف يختار اللحظة المناسبة. ما كيبقاش محتفظ بالكرة بالزاف، ولكن كيحاول يكون مباشر وفعال، سواء في تمريرة حاسمة أو تحرك بدون كرة، كيعطي انطباع ديال لاعب فاهم الدور دياله داخل المنظومة الهجومية. واحد من أهم الجوانب اللي كيبانوا في اللقطات هو الثقة. ريان بونيدا ما كيترددش، كياخد المبادرة، كيدخل في المواجهات الفردية، وكيبقى ديما باغي يصنع الفارق. هذا العقلية هي اللي كتفرق بين لاعب عادي ومشروع نجم. وفي النهاية هذا اللقطات ماشي غير استعراض مهارات، ولكن صورة ديال لاعب صغير في السن ولكن كبير في الفهم الكروي. إذا استمر في التطور بنفس الوتيرة وبقى مركز على تطوير الجوانب البدنية والقرارات داخل الملعب، فالمستقبل دياله يقدر يكون كبير بالزاف في أعلى المستويات. ريان بونيدا اسم خاصنا نتابعوه مزيان في السنوات الجاية، حيث اللي كيبان اليوم غير البداية فقط. في هذا الفيديو اللي قدامنا ما كنشوفوش غير مهارات عادية ديال لاعب شاب، ولكن كنشوفوا واحد المشروع ديال لاعب كيبان عليه إنه كيتبنى خطوة بخطوة باش يوصل لمستوى كبير. ريان بونيدا ملي كيلمس الكرة كيعطي إحساس إنه الكرة اللاصقة في الحذاء ديالو. اللمسة الأولى ديالو كتخدمه هو قبل ما تخدم الفريق، حيث كتحيد الضغط وكتخليه يلقى الحل قبل ما المدافع يقرب. هذا الشيء ما كيتعلمش بسهولة، كيجي من ثقة كبيرة وتكرار طويل في التدريب. ومن اللقطات اللي كتبرز بالزاف هي كيفاش كيتحرك بدون كرة. ماشي ديما كيبان، ولكن ديما حاضر في المكان الصحيح. هادي حاجة كبار اللاعبين كيعرفوها. الذكاء ماشي غير في المراوغة، ولكن حتى في اختيار الوقت والمكان. فالمواجهات الفردية كيبان إنه ما كيخافش، كيدخل على المدافع مباشرة ولكن بطريقة محسوبة. ماشي تهور، كيدير خداع بسيط في الجسم، خطوة صغيرة، ومن بعد كيخلق المساحة. هذا النوع ديال اللعب كيعتمد على التوازن بين الجرأة والسيطرة، وهذا الشيء باين إنه متواجد عنده. حتى في المساهمة الهجومية ما كيبقاش لاعب أناني، كيشوف زملائه، كيعرف إمتى يمرر وإمتى يحتفظ بالكرة. هذه نقطة مهمة بالزاف، حيث بالزاف ديال اللاعبين الصغار كيميلوا للاستعراض، لكن هو كيبان مركز على الفعالية. وواحد الحاجة اللي كتشد الانتباه هي الهدوء دياله تحت الضغط. حتى في المساحات الضيقة ما كيبانش عليه التوتر، كيبقى كيدور الكرة وكينتظر اللحظة المناسبة باش يخرج بالحل. هذا الهدوء هو اللي كيعطي الانطباع إنه لاعب ناضج أكتر من سنه. ومع كل لقطة كان حاسه إن عنده رغبة واضحة يصنع الفارق. ماشي غير يشارك في المباراة، ولكن يكون عنصر مؤثر فيها. وهذا العقلية هي اللي بتفرق بين لاعب كيبقى في الفئات العمرية ولاعب كيطلق مشروع ديال احتراف حقيقي. إذا استمر في هذا التطور وزاد خدم على القوة البدنية والسرعة ديال القرار، يقدر يوصل لمستوى عالي بالزاف. حيث الموهبة باينة، ولكن الأهم هو الاستمرارية والانضباط. وفي الأخير ريان بونيدا ماشي غير لاعب كيستعرض المهارات، ولكن لاعب كيبني هوية كروية واضحة. لاعب كيجمع بين التقنية، الذكاء، والجرأة، وهذا التلاتة هم اللي كيصنعوا الفارق فالكبار.